تخيل تكون ماشي في حالك وفجأة تلاقي نفسك قدام اختبار. القصة دي حصلت بجد، اسمعها للآخر. بيقول لك كان في شاب اسمه سامح من أسرة بسيطة، أبوه موظف صغير وأمه ست بيت. سامح طول عمره متفوق في الدراسة وبيشتغل جنب شغل عشان يساعد أهله. لما خلص الجامعة طبعا كظروف معظم الشباب يعني فضل يحاول يدور على شغل كذا مرة، مفيش. حاول مفيش برضه، بس كل باب بيروح يتقفل في وشه. وفي يوم صاحبه جه قال له ايه ده، في شركة كبيرة يا سامح. سامح كان فرحان وقال لك اروح، ايه المشكلة؟ جرب، ما انا حاولت كتير. راحوا الصبح، اول ما راحوا لقى مبنى كبير، ناس لابسة شيك. دي فرصتي. بعد المقابلة المدير بص له قال له انت شخص ممتاز، بس عندي سؤال ليه. سامح رد عليه قال له خير يا فندم. قال له احنا محتاجين ولا كام، يعني لو طلبنا منك تشهد زور ولا تعمل حاجة مخالفة هتعملها؟ سامح اتلخبط، قال له ممكن توضح اكتر يعني؟ قال له يعني انا لو طلبت منك دلوقتي تشهد شهادة زور او تزور ورق لازم توافق، بالمقابل انا هديك مرتب ضعف اي حد. سامح قلبه عينيه، فكر في ابوه المريض، تقول له نفسها تكمل تعليمها، فلوس كانت هتحل معاه مشكله، يعتبر هتحل كل حاجه، بس الضمير. سامح اخد نفس كده، بص المدير قال له انا اسف، انا محتاج الشغل ايوه، بس مش محتاج ابين نفسي، الفلوس ممكن تيجي وتروح، لكن ضميره لو راح عمره ما يلاقيه تاني. فجأة بقى ويضحك بصوت عالي، هو عامل له ازاي؟ قال له هو ده الاختبار الحقيقي، انت الوحيد اللي جاوبت صح النهارده، كل زمايلك قالوا عكس كده، عندهمش مشكله خالص ان هم يعملوا، اللي عنده كرامه وضمير نجح في الاختبار. اوقات كتير بيبان قدامك اغراءات جامده، واللي بينجح فيه مش الأغنى،